كما ما تكذبش، ما تجيش تقول محمد عبو يحب يفك قواعد النهضه، قواعد النهضه تخمم كيفنا باش نفكوها، شكون قال لك نقبلوهم؟ شكون قال لك ما جاناش مره مكتب من المكاتب المحليه على مسؤوليتي نقول فيه هذا وقال نحب ندخل الطيار، ما نجموش ندخلوا ناس، عددهم وقتها قالوا لنا اكثر من عدد المكاتب. علاش ما تحبوش تدخلوا ناس؟ ما نجموش ندخلوا ناس يختلفوا معنا فكريا، خاطر شفنا بعض الاخوين من النهضه يجيو عدد قليل الحقيقه، راهو مش من الاخلاق الاسلام، باش نقول نعطيو دروس بعضنا. مثلا يجي عندنا مشكله صارت في 2012 وقتنا معاهم في الحكم خرجت من الوزاره، عندي راي في تغيير بعض الوزراء. باهي تخرج اشاعه معينه والله فما ملف سربوا محمد عبو للصحافه، ايش قولك عندهم جماعتين بداوا في حمله، نحن بدينا قالوا مصالحه، عبو يتامر علينا وحب يغير لنا الوزير نتاعنا، غير فيه الواه، تامر عليه علاش مثلا؟ معناها توا شوف المستويات هذه، يحرك ضدك الناس خاطرك يعرفك عامل حمله تستميت فيها ضد قانون المصالحه وهم يحبوا يعديوه ويحبوا يرايضوا الناس وما يحبوش يكون يدور لهم اولادهم، هذاك عدوكم راهو تامر على وزيركم. باهي عندي دخل ما عنديش، انا حر ساعه بالمناسبه، خلينا نبداو متفقين، انا ما عنديش دخل. انا جاتني مسانده رسميه من السيد محمد عبو، يعني الكاتب العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهوريه، بعد ظهوري في قناه التونسيه، وهذا معناه نتصور السلطات هما يسمعوا في تليفوني يعني عندهم لا يسمعوا في تليفوني نحكي سور ايكوت، وراهم عندهم تسجيلات نتاع رساله اللي كان بعثها لي السيد محمد عبو بعد ظهوري في قناه التونسيه، يعني هو قال لي حرفيا ألفة ما تخافش، حزب المؤتمر من اجل الجمهوريه معاك. انا ما عنديش دخل، اما كي تحمل فكره اسلامي على كل حال حاول تعطي دروس لابنائك ما يتعلموش الكذب، مثلا مش باهي عارك نتاع برشا ريش، هاك شفت المستويات ونهبط الى اخره، اما على ذكر الريش والمستويات توا نجي نقول معناها الناس نذكرهم حتى باسماء الشهداء نتاعهم، يا اخي ماتوا من اجل كون نهار حركتهم توصل السلطه تولي تتقاسم مع الفاسدين ولا تتشارك مع الفاسدين ولا تتواصل معهم، بلاد كانوا يقعدوا هما وسيسبسي ما يتغشش عليهم خاطر قانون وهما زاد ينجموا يستفيدوا. يا اخي انت مرات روحك مد يديك في الفساد وتقسم ودرا شو يا اخي شوف عندها صفقه هي وسي الباجي قاسبسي باش يحكموا بطريقتهم هما، وان اقتضى الامر تضرب البلاد. المهم حق معناها السلامه للناس الكل. عندنا شكوك في بعض الناس بالدليل ما عندناش، كان عندها دليل تجاه حد. بما انكم ازحتم قيادي من الحزب نحرجك يا سيدي، نحرجك بكل الوسائل، خير من حرض عليك الناس غدوه اللي ثوره. فصل الدعوه الديني مغالطه عملتها حركه النهضه لانها فاصله منذ زمان بين الاسلام والسياسه منذ زمان، اما الخصوم نتاعها مصرين على كونها حركه ايديولوجيه، وهي عملت هكا بعض الشطحات في الدستور باش ترضي شق معناها متشدد. نقول تاسيسا على ثوابت الاسلام ومقاصده هي تساوي الشريعه مصدر اساسي للدستور. وهي عملت هكا بعض الشطحات في الدستور باش ترضي شق معناها متشدد.